ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا بقى نتغدى ايه النهارده كده. جبت كرومبه ما شاء الله عليها، دي كرومبه واحده جبتها كده وسلقتها، عشان احنا سلقنا كرومبه كتير كده قبل كده مع بعض وخدعنا مع بعض. قلت اسلقها كده عشان يعني ايه، بالسلق الكرومبه الكبيره دي بتاخد وقت شويه. سلقتها وقطعتها، كان عندي تخديعه في الثلاجه طلعتها وسخنتها كده زي ما انتم شايفينها كده، سخنتها ما شاء الله عليها عامله ازاي. وغسلت الرز وخرطت الخضره غسلتها وخرطتها كده وصفيتها. وعندي دي بلدي كده اهو، دي غسلاه ونقعاه برده وموضباه كده ومصفياه وعامله له جزرايه وبصلايه وقطيه. حاطه الميه على النار تغلي قبل بقى ما اعمل اي حاجه. الميه اهي بتغلي، هنزل كده بالزيت ما شاء الله. بصوا كده غسلاه كده وموضباه وضحكاه من قلبه بالخل وبالليمون، علشان انا بمسك كده بقطع الليمونه نصين بالدقيق بالخل بالملح كده وادعكه من قلبه علشان الزفره، عشان اساسا ده ديك بلدي من اللي متربي على السطوح، مش مزارع اهو. حطه كده لما يغلي اشيل الرغوه بتاعته وبعدين احط له الحاجه بتاعته بقى، بس هشيل رغوته بس الاول. شوفوا بقى دول 4 حزم خضره كبار، انتوا عارفين خضره الشتاء. حطوا الخضره كده تطلع على الرز، بتخلي ريحتها حلوه وطعمها حلو كده وتبقى مصحصح. وانزل كده بالتخديعه كلها اللي انا مخدعاها دي. انزل اللهم صل على النبي بالملح حسب بقى الرغبه وحسب الكميه. انزل كده بقى بالملح، وهنزل اللهم صل على النبي بالفلفل الاسود، حبه فلفل اسود كده محترمين، وحبه كمون. المحشي الكرنب او اي محشي بالذات بيحب الكمون. نزلت كده بحبه كمون كده كتر كده برضه، واحط كده حبه شطه كده مش كتير. ولو وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. هقلب بقى بايدي، انتوا عارفين ان المحشي ما بيتقلبش الا بالايد. احلى حاجه له الايد، عشان اقلبه تقليبه حلوه كده، ما يفضلش مكان فيه خضره ومكان فيه رز وكده ورز ابيض وكده. قلبه تقليبه حلوه. بصوا ما شاء الله على الخضره مصحصحه، وخضره الشتاء حلوه الايام دي قوي كده. قلبته التقليبه الحلوه دي كده ما شاء الله عليه. بصوا كده بالخضره بالقوطه بالخضره عشان طازه عامله ازاي كده. بقى هغسل ايدي بيغلي كده، اشيل. هو مش بيعملوا رغوه كتير زي اللحمه بتعمل رغوه اكتر من الطيور. اشيل بقى الرغوه دي كده حتى اللي طلعوا كده. وهنزل اللهم صل على النبي بالجزرايه والقطايه والبصلايه اللي انا مقطعاهم كده. وعلشان اللهم صل على النبي الديك ده مش هياخد سوا كتير، يعني هياخد له بتاع يجي ساعه كده سوا. احط له بقى توابله وملحه على طول. احط الفلفل الاسمر، واحط اللهم صل على النبي الحبهان، واحط الورق اللورا كده، واحط كده الملح كده. وانا كده النار عاليه، هغطيه بقى كده عشان يستوي براحته، وهغطيه واخلي النار كده تلتين عليه عشان يستوي براحته. جبت ورقه كده وورقه خضراء وفرشتها في الارضيه بتاعه الحله. هجيب بقى الورق اللي انا مقطعاه، بصوا مقطعاه كله زي بعضه، مفيش ورقه اكبر من ورقين، كله بصوا مكعبات كده زي بعضها كده. يلا نلفه بقى كده في في ثواني اهو. لف بقى حبه محشي كرنب. انتوا عارفين ان الكرنب الايام دي مسكر وحلو ورخيص والله. انا جايبه الكرنبه ما شاء الله دي غسلها 2 كيلو رز، جايباها ب 15 جنيه. بصوا كده المحشيه كله هيبقى قد بعضه ان شاء الله باذنك انت يا رب كده. بصوا ثواني كده اهي. هنلفها بقى كده الكرنبه كلها على حله حلتين زي ما تاخد كده في ثواني اهي. اللف ما بياخدش ثواني خالص.
بس كده النهارده بقى الفيديو بيتكلم عن لف المحشي. بس كده دام كل حاجه جاهزه في ثانيه، اقل من ثانيه تكوني حاشيه كام محشيه اهو كده. هكمل بقى اللف كله وبعدين اوريه. حشيت المحشي وخلصت اهو. بسم الله ما شاء الله. دي الكرنب. بص الكرنب عملت حلتين اتنين محترمين ازاي. هعلق بقى على الحله دي. الشوربه بس تغلي، لسه ما غليتش اهي. وهسقي المحشي كده بس اما تغلي الاول. بصوا ما شاء الله سويت الحله ملانه ازاي، علشان انا حشيتهم على حلتين اتنين. الحلتين ما شاء الله عليهم ملانين وحلوين. تعالوا بقى اهو استوى اهو الصينيه كده. وانت بتنزلي تهزي كده عشان الهزه دي بتخليه حلو وانت بتنزليه اهو. بصوا ما شاء الله الصباع بصباع، مفيش صباع واحد اتفك منه. بصوا ما شاء الله عليه عامل ازاي اهو. وحمرت الفرخه اهي. الديك ده ديك مش فرخ. ما شاء الله عليه برضو عامل ازاي. وده بقى كان غدانا النهارده. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك كومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا. وتفضلوا اتغدوا معانا واشوفكم على خير ومع السلامه.